مسألة الكولكي والتشبيح والتملق والتزلف وإهانة الذات، يعني لا يقيم المرء حرمة لسنه ولمقامه عندما تنزلق به الحال إلى الدرك الأسفل من التشبيح وإهانة نفسه، يعني عندما قال ذلك المسن وغالبا يحمل الجنسية الأمريكية وبيعرف شو هي الديمقراطية والقصص، وينعم ينعم في بلاد الفسق والفجور، ويقول أنه اللي مثلك ما ولدته مرة، يعني بهالمعنى يعني. وأنا قلت أنه هي إهانة لكل نساء المسلمين وإهانة لأمه، يعني أمه اللي ولدته، إهانة لأمه عندما يفضل أحمد الشرع على نفسه، ويفضل أحمد الشرع على كل نساء العالمين. والناس تصفق، والإعلام السوري يطبل ويزمر على إنه عم يحكي جواهر هذا الكائن. المهم هالمشهد الكوميدي والمؤسف المحزن، رجل مسن، يعني شو فيك تناقشه هذا؟ شو فيك تقول له بعد كل هذه السنوات؟ هذا المشهد ذكرني يعني بحادثة وردت في بعض المصادر التي تناولت تاريخ سوريا المعاصر ومجيء الفرنسيين إلى احتلال وغزو الفرنسيين لسوريا، يعني مشهد دمشق وتجار دمشق عندما دخل غورو دمشق بالقصف بالقتل وعلى جثة يوسف العظمي قائد الجيش السوري اللي دمه لسه ما نشف وجسده ما زال طريا تحت التراب. تجار دمشق من أهل السنة والجماعة ماذا فعلوا؟ عربة الجنرال غورو التي كانت تجرها الأحصنة فكوا الأحصنة منها وجابوا قبضايات مأجورين لحتى يجروا عربة القاتل الذي قصف دمشق والذي قتل قائد الجيش السوري. نزعوا الأحصنة وحطوا القبضايات وجروا عربة الجنرال غورو في دمشق على هذه الهيئة تعبيرا عن الترحيب بهذا الغازي القاتل. من يحكم سيحظى بهذا الترحيب والتحليل الذي حدث في دمشق قبل قرن من الزمن تقريبا، يعني عام 1920 في تلك الفترة، قرن وشوي يعني. إذا بنرجع للزمن أكثر، يعني كل الظلم اللي صار في العهد الأموي، ما شفنا حركات عصيان داخلية في دمشق مع الأسف الشديد. يعني إذا في حدا شاف يقول لي إنه أو ذكرت المصادر التاريخية إنه عندما قتل الحسين، يعني أهل دمشق انتفضوا وزعلوا على هذا المصاب الجلل والكارثي. حفيد الرسول يقتل يعني بشكل بشع ما حدا تمرد. عندما الجيوش الأموية التي عاست فسادا في مكة والمدينة، وكيف يعني ماذا فعل جيش بني أمية في نساء المدينة؟ ماذا فعل الحجاج بن يوسف الثقفي ورجمه الكعبة بالمنجنيقات؟ هل تمرد الناس؟ اعترضوا يعني، أو صار حالة عصيان على نظام بني أمية الاستبدادي الهمجي القمعي وقت ذاك.
نفس القصة يعني. أغلب وحتى الاحتلال الفرنسي، أغلب العناصر المنتفضة في دمشق على الاحتلال الفرنسي إذا بترجعوا لأصولهم أكراد. أكراد مش عرب أغلبهم يعني. وأصلا المكونات التي انتفضت على الفرنسيين هن الدروز، سلطان الباشا الأطرش، اللي الآن أهل السنة والجماعة والأمويين الجدد بيحاولوا يطعنوا في تاريخه، والشيخ صالح العلي في الساحل السوري، وإبراهيم حنانو الكردي اللي كان ركن رئيس من أركان الكتلة الوطنية في سوريا. العناصر الثلاثة هدلونة، الكردي والدرزي والعلوي، هن اللي انتفضوا على الاحتلال الفرنسي، بينما تجار دمشق من أهل السنة والجماعة جروا عربة جنرال غورو يعني. هل مجمل هالأحداث هالتفاصيل ألا تفتح لكم قوسا لسؤال بديهي طبيعي ثقافي أخلاقي نفسي اجتماعي، أنه سيكولوجية الذل والإذلال واستمراء الإذعان هي من وين اجت؟ كيف أتت يعني؟ وكيف يعني كانت حطبا ووقودا للأنظمة الطغيانية الدكتاتورية اللي كان على شاكلة نظام البعث، اللي كان نظاما سنيا برأس علوي، نظام البعث. والآن نظام الجولاني الذي هو نظام سني برأس، سني مشتبه فيه على ذمة حسن الدغيم، مشتبه في حسبه ونصبه وأصوله وتركيبته، وكيف هيك فورا طلع على الساحة. الكثير من المصادر والمراجع التاريخية والوثائقية التي أرخت لتلك الفترة، فترة الستينات، تقول أنه الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين يعني أوشك أن يصبح رئيسا للجمهورية العربية السورية، لأنه كان ناوي يرشح نفسه للانتخابات نظرا للشعبية التي حظي بها وقت ذاك يعني، وهو تغلغله وحضوره في أنسجة الدولة يعني وأدوات الدولة العسكرية والسياسية. ويقال أنه هو عاث عربدة على أسرة القيادات العسكرية والسياسية السورية اللي كانت أغلبها من أهل السنة والجماعة، هكذا تقول المراجع والمصادر، وفيها الكثير من الصحة. لولا يعني انكشاف أمر هذا الجاسوس بمعية ومساعدة الاستخبارات المصرية، يعني لولا هذا افتضاح أمره، لكان الآن إيلي كوهين في عداد لائحة رؤساء الجمهورية العربية السورية، مشان هذا مؤشر انه يخلي الناس شوية شك يعني، او مش بعقلية المؤامرة، لكن بعقلية اسقاط بعض الأحداث التاريخية القريبة على ما يجري الآن في سوريا. أيضا الكثير من المصادر والمراجع المتعلقة بالتجسس وأرشيف المخابرات الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية تتحدث عن دور وتأثير هذه الجهات الاستخبارية في إسقاط رؤساء عرب، الاتيان برؤساء عرب، إسقاط ملوك وأمراء عرب، واتيان بأمراء آخرين، يعني عملية قيادة البلدان العربية في العالم العربي، ودور هذه
الاستخبارات الأجنبية في ترتيب أوضاع هذه البلدان. هذا واضح وموثق حتى على مستوى الاستخبارات الإسرائيلية التي تغلغلت في البلدان العربية، في سوريا، في مصر، في منطقة الخليج، في شمال إفريقيا. وهذا يعني أنا لا أتحدث من عندي، وهذا وارد يعني حتى ضمن القيادة الفلسطينية وفصائل القيادة الفلسطينية. والموساد معروف بهي العمليات، يعني العمليات القذرة عن طريق الجنس والنساء. وتجربة وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني معروفة ومشهورة في وأعتقد تصريحاتها كمان يعني تؤكد هذه المسائل. مجمل ذلك أيضا يفتح لنا قوسا، يعني نتساءل طيب ماذا يجري الآن في سوريا؟ قرأت وشاهدت في بعض المصادر أو المحتوى الموجود حاليا يعني على منصات التواصل الاجتماعي بعض المواضيع التي تتعلق بوجود أو محاولات الموساد الإسرائيلي التغلغل داخل الأزهر الشريف في مصر، والتأثير على العقل الإسلامي يعني في الأزهر، وعن طريق الأزهر السيطرة على العالم الإسلامي ككل. هذه المحاولة فشلت يعني، وهي من ضمن ملفات المخابرات المصرية. لكن السؤال، هل توقفت إسرائيل عن مساعيها ومحاولاتها لتصدير رجال دين دعاة آه، يتبعون إسرائيل في الخفاء، لكنهم يعني في العلن هم مسلمون سنة ومؤثرون وفاعلون، وهنالك الآلاف والملايين ممن يتبع هؤلاء الدعاة. حسب ما عرفت أن هنالك جامعة إسرائيلية خاصة تخرج يعني رجال دين من هذه النوعية، ويعني اللي بيتسربوا ويتغلغلوا في جسد العالم الإسلامي وبيأثروا، بيكونوا فاعلين ومؤثرين. هذا أيضا سؤال آخر معطوف على السؤالين السابقين، صاروا 3 أسئلة.